في يوم من الأيام كنت قاعد في أمان الله وقلت أنزل كده موديل مجاني على السريع وأبدأ أستخدمه، بما إن الأسعار بتاعت أدوات الذكاء الصناعي اليومين دول بقت نار، وما أقولكش على المعجنة طبعا اللي بتحصل في السوق. المهم فوجئت إن الموديلات المتاحة اللي قدرت أنزلها كانت أحجامها بالجيجا بايت. بس فجأة كده فكرت آخر فيلم أجنبي نزلته من على النت كان حوالي 6 جيجا. ازاي موديل اتدرب على بيانات الانترنت كله ما وصلش حتى ل 6 جيجا؟ هو مش المفروض الموديل اللي انا بنزله ده اتدرب على بيانات الانترنت كلها؟ يعني المفروض كل البيانات اللي على الانترنت محفوظة جواه، وبالتالي لو حد فكر ينزله المفروض يبقى عنده مساحة تساوي مساحة كل البيانات اللي على الانترنت اللي هي بالزيتا بايت. الموضوع ده بيحصل لأن الموديل مش بيحفظ البيانات جواه زي ما احنا بنحفظ الملفات على الهارد ديسك، لكن هو بيتدرب علشان يظبط الأوزان بتاعته اللي هي الويتس على الطريقة اللي البيانات دي بتتغير بيها والعلاقة بينهم. هتيجي تسأل هو ايه الويتس دي؟ هقولك التلفزيون القديم اللي كنت بتتفرج عليه بيظهر الصورة ازاي؟ بتجيله إشارة وهو بناء على الكهرباء اللي جاية في الإشارة دي بيظهر الصورة. طيب في أوقات كتير كنت بتلاقي الصورة ملغوشة شوية، فكنت بتقوم تفتح الأزرار اللي في جنب التلفزيون وتقعد تلعب فيها، وكان في زي بكرة صغيرة كده كنت بتلفها شوية يمين وشوية شمال وعينك على الصورة لحد ما الصورة تبقى واضحة وتقول كده تمام. هنا بقى انت عملت ايه؟ ظبطت الاوزان، يعني عدلت ارقام معينه بتتضرب وبتتجمع على الاشاره اللي داخله للتلفزيون فالصوره اتحسنت. نفس الموضوع بالظبط بيحصل في الموديل. طول ما الموديل مش بيطلع الكلمه الصح بنقعد نلعب في ازراره اللي هي الاوزان بتاعته لحد ما يجيب الكلمه الصح. لو جيت تسال الموديل ايه هي عاصمه مصر، الطبيعي انه يحول الكلمات دي لارقام وبعدين يمررها على الشبكه العصبيه أو النيورال نتورك. النيورال نتورك دي حاجة تشبه بالظبط الشبكة العصبية بتاعت مخ البني آدم لما بيجي يعالج البيانات. خلينا بسطها لك. لما كنت بتعدل الصورة في التلفزيون كنت بتعدل أكتر من مجموعة بكرات، كل مجموعة كانت مسؤولة عن حاجة معينة. المجموعة الأولى كانت خاصة باللون الأحمر مثلا، المجموعة التانية باللون الأخضر، المجموعة التالتة كانت بتعدل حاجة تانية في شكل الصورة، وهكذا. نفس الموضوع بالظبط في الموديل. الويتس اللي عنده مش سايبها عايمة كده، هو قسمها لمجموعات، كل مجموعة ليها مهمة. مجموعة بتشوف العلاقات بين الكلمات، ومجموعة تانية بتشوف نوع الكلمة، ومجموعة تالتة بتشوف صفات الكلمة، وهكذا. الموديل هنا بيتدرب إنه يظبط الأوزان بتاعته بحيث لما تدخله أرقام معينة يطلع لك أرقام تانية بترمز لكلمة القاهرة. لو الناتج ما طلعش الكلمة الصح الموديل بيعدل في الأوزان بتاعته واحدة واحدة لحد ما يوصل للإجابة المظبوطة. طبعا الأوزان دي ممكن توصل لمليارات عشان تغطي كل أشكال البيانات اللي اتدرب عليها. طيب ممكن تبدأ تسأل إزاي النتيجة اللي بتطلع من الموديل ده بتطلع على هيئة كلمة، على الرغم إنك قلت إن الموديل ده ما بيحفظش بيانات وبيحفظ أرقام فقط. فعلا ال AI ما يعرفش يعني ايه كلمة ولا حتى يعرف يعني ايه حروف، وما يعرفش حاجة عن طبيعة البيانات اللي انت بتدخلها له، وبالتالي بنحولها لأرقام عشان نقدر نعمل عليها عمليات حسابية. وده بيحصل في خطوتين بشكل أساسي، الأولى هي التوكنايزيشن والتانية الامبيدنجز. هناخد كلمات زي كلمات جملة أنا أذهب إلى المدرسة، وهنروح على حاجة زي قاموس. القاموس ده فيه كلمات كتير وكل كلمة قدامها رقم، بنبدل الكلمات بالأرقام بتاعتها وبس كده خلصنا التوكنايزيشن. دلوقتي احنا عندنا أرقام بتمثل الكلمة، لكن الأرقام دي مش بتمثل معنى الكلمة. الخطوة اللي بعديها اللي هي الامبيدنج هي اللي بتدي معنى للكلمة دي. ازاي؟ بناخد الرقم ده ونبحث عنه في قاموس تاني، بس القاموس ده مختلف جدا، هو مش قاموس عادي، هو فراغ متعدد الأبعاد زي رسم بياني ضخم جدا في كل كلمات اللغة متوزعها في الفراغ ده بناء على معانيها. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمة زي قطة وكلمة كلب هيبقوا قريبين من بعض في الفراغ ده لأن معانيهم قريبة من بعض، ولكن كلمة قطة وكلمة سيارة هيبقوا بعاد عن بعض، فبندور على الرقم بتاع الكلمة في الفراغ ده وبيطلع لنا نقطة. النقطة دي بتبقى مجموعة من الأرقام وبنسميها فيكتور، ودي اللي بندخلها للموديل. مهمة الموديل بقى إنه يخمن الكلمة اللي هتيجي بعد آخر كلمة في الجملة، وطبعا هو مش بيشتغل بكلمات،
هو بيخمن أرقام بناء على أرقام برضو. بعد ما يخمن الرقم ده اللي بنسميه توكن، بنروح ندور عليه في الجدول الأولاني بتاع التوكنايزيشن. هنلاقي الرقم ده جنب الكلمة اللي بندور عليها. بناخد الكلمة دي نحطها في الجملة، وبعدين بناخد الجملة الجديدة ونعمل نفس الخطوات دي تاني، وهكذا للأبد أو لحد ما نوقفه أو يوصل لنتيجة معينة. يعني الخلاصة، الداتا اللي حجمها بالزيتا بايت، يعني حجم الإنترنت كله تقريبا، في الآخر بتتحول لأرقام، والأرقام دي هي الأوزان. فبتلاقي الموديل حجمه شوية جيجا بايتس هايفة كده، يعني ممكن تنزلهم في ثانية، وبالذات احنا عندنا النت فظيع سريع جدا. المهم، الموديل ما بيشيلش داتا، ولكن بيشيل الخلاصة أو القواعد اللي بيتعلمها من الداتا دي في شكل أرقام، وبس كده. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفك في الحكاية اللي جاية. سلام.